السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وأول مباراة لمنتخب مصر في دور المجموعات في كأس العالم 2026 والتعادل مع بلجيكا 1-1. فمباراة احنا كنا نستاهل أكتر من كده، مباراة احنا لينا الفرصة الأكبر واحنا اللي عملنا الهجمات واللي سيطرنا، عملنا كل حاجة صح على قد ما نقدر في المباراة دي. لكن للأسف في غلطة واحدة وفي سهوة واحدة قدرت بلجيكا إن هي تجيب التعادل. فقدر الله ما شاء فعل. في البداية يعني قبل ما نتكلم عن المباراة واللي حصل فيها والكلام ده، أتمنى إن اللعيبة تكمل بالأداء ده. إحنا جربنا نلعب ماتشات كبيرة جدا. في 2018 لعبنا قدام الأورجواي وعملنا ماتش كبير قوي وخسرنا 1-0 في آخر دقيقة. بعد كده ضيعنا قدام روسيا وقدام السعودية. في كأس القارات في 2009 لعبت قدام ايطاليا وكسبت، ولعبت قدام البرازيل وعملت اداء مشرف. جيت في ماتش امريكا ضيعت كل حاجه. فاحنا دايما بنركز قوي في الماتشات الكبيره، ونيجي في الماتشات اللي انت تبقى داخل وانت متوقع ان انت تبقى احسن، هي دي دايما اللي بتضيع منك اي حاجه. فاتمنى انت الماتشين بتوع ايران وبتوع نيوزيلندا مش ماتشين سهلين، وكمان بعد الماتش اللي انت عملته ده قدام بلجيكا الماتشين مش هيبقوا سهلين. فاتمنى ان احنا نبقى نازلين مركزين نلعب بنفس الاداء ده. احنا مش طالبين حاجه اكتر من كده ولا حاجه اقل من كده، عايزينك تلعب بنفس الاداء ونبقى عندنا النزعه ان غالبا ايران هتسيب لنا الكوره، وغالبا نيوزيلندا طبعا بنسبه كبيره هتسيب لنا الكوره وهيلعبوا على الكوره الطوليه عشان خاطر يستغلوا الاطوال بتاعه كريس وود واللعيبه اللي عندهم. فاتمنى ما نضيعش ماتشات سهله في ايدينا. انت معاك ماتشات سهله جدا في الماتشين دول، فاتمنى ما نضيعش كل حاجه. فدخلنا نبدا على المباراه ونزل وحسام حسن بدا بالتشكيله اللي كله كان متوقعها. في حراس المرمى مصطفى شوبير، محمد هاني باك يمين، مفتوح باك شمال، قلبين دفاع حمدي فتحي وياسر ابراهيم. قدامه لعب بالثنائي مروان عطيه ومهند لاشين، وناحيه اليمين لعب مصطفى زيكو، وناحيه الشمال لعب امام عاشور، والاثنين مهاجمين كان محمد صلاح وعمر مرموش. والاستخدام ده بتاع صلاح هو ده الاستغلال الصح. انت كده عرفت توظف صلاح في حته صح، ان انت ما تدخلش صلاح في سباقات سرعه. وكمان انت عارف ان صلاح في الحته الدفاعيه دي مش عنده احسن حاجه، فانت عايز توفر مجهود صلاح الدفاعي ان هو يرجع براحته، مش ما تبقاش مجبر ان انت ترجع مع صلاح يغطي الجبهه بتاع الدوكو مع محمد هاني. فانت حطيته في الحته الصح. وكمان انت عارف ان صلاح مع احترامي لكل لعيبه مصر، بس بعيدا عن امام عاشور في ارض الملعب ما عندكش اللاعب اللي بيعرف يباصي، اللاعب اللي بينقل. ف... فانت حاطط صلاح في الحته الصح. انت عرفت تستغل صلاح وبامكانيات صلاح وكل ده. وصلاح لحد ما طلع في الدقيقه 75 هو عمل ماتش ممتاز وبيرد على الناس اللي بيقول لك صلاح عالة وصلاح المفروض ما يلعبش ونلعب بهيثم حسن. لا، هو بيرد على الناس دي ان الاسيست الكره الوحيده اللي في الثلث الثاني بتاع بلجيكا، الوحيد اللي رفع عينه لا امام عاشور فاضي اداله الكوره. طبعا استلمت امام عاشور والشوطه دي، فانت استغليت محمد صلاح، ومحمد صلاح باسره ده لكن هو بيقدر يقف. شفت دخل التحام مع اونانا قدر ان هو يكسبه وياخد منه فاول، دخل التحام برده مع تيليمانس، فهو بيقدر يقف سواء ان هو يدي متنفس للعيبه بتاعتنا ان هي تبتدي تخرج، او حتى ان انت تعمل لك فاول فتاخد دقيقتين كده نهدى كده فيهم ونشم نفسنا. فبصراحه انت الشوط الاول كنت كويس جدا، اللعيبه نازله مركزه، اللعيبه حطت كل حاجه. محمد هاني كان مركز مع دوكو كويس جدا وقدر ان هو يقطع منه كذا كوره، وخلى رودي جارسيا يعني الكلام اللي كله بيقوله واللي فعلا حصل في ارض الملعب، خلى رودي جارسيا يودي دوكو ناحيه اليمين ويروح يمين بلجيكا ويروح يلعب على فتوح. بعد كده طبعا هو ما كانش يعرف ان فتوح بالنسبه له الماتشات دي هو بيستناها، يعني دي يسال يمين يامال ويسال اي لاعب او حكيمي يسالهم، هم دول يعني مجربين فتوح في الماتشات الكبيره بيبقى عامل ازاي. فبرضه نفس الكلام بعد كده دخل في القلب. فاحنا كنا طبعا شكل الاصابه اللي حصلت لدوكو في التدريبات هو غالبا كان بيلعب عليها وما كانش جاهز 100%، بس برضه ده ما يخلينيش ابخس حق محمد هاني ولا حق احمد فتوح. وياسر ابراهيم برده كان كويس قوي. مهند لاشين ومروان عطيه عملوا ماتش كبير قوي. مروان عطيه لولا الانذار كان عمل مباراه جامده قوي، لكن مهند لاشين يا جماعه الراجل ده من بعد ماتش البرازيل والغلطه اللي حصلت في ماتش البرازيل، والناس مش فاهمه ان الماتشات الوديه دي عشان نجرب فيها، بس ما علينا اخذ انتقادات كبيره جدا، والناس بتقول لك ازاي مهند لاشين يلعب وما يستحقش ان هو يلعب. نزل الماتش النهارده عمل ماتش كبير قوي، كان عمل كذا تاكلينج في محله وكان قادر ان هو يباصي. ما عملش باصات جامده وبالكره كان بياخد وقته، ما بيطلعش الباص بسرعه، بس يعني هي دي امكانياته، بس عمل ماتش كويس احسن من ماتش البرازيل بشكل كبير. وكمان زي ما بقول
اخذ انتقادات كبيره بعد ماتش البرازيل، فان هو يبقى نازل مركز ومركز وحاطط كل التركيز 100% في المباراه دي، فدي حاجه تحسب لمهند لاشين الصراحه، هو مروان عطيه. فانت الشوط الاول انت لعبت على امكانياتك، انت قدرت ان انت تقفل وتخنق اللاعب على بلجيكا، وبلجيكا ما ظهرتش الشوط الاول، ما عملوش كوره غير الكوره بتاعت دي بروين اللي شاطها اللي جت جنب القايم. ودوكو قاعد يحاول، كمان الكوره بتاعت دوكو اللي بس اللي شاطها بره في اخر الشوط. تروسرد ما كانش ظاهر، دي كاتلاري ما كانش موجود معانا، فاحنا كنا مخنقين الدنيا قوي. وحسام حسن، انا عايز اتكلم عن حسام حسن في حاجه، ان هو عامل ماتش كويس، وان هو منزل مركز اللعيبه، وشفنا طبعا التضحيات البدنيه اللي قدمتها اللعيبه، واحنا زي ما بقول احنا داخلين قبل الماتش يا رب نتعادل، بعد الماتش طالعين بنقول احنا التعادل ده يعني ما كناش نستاهله، نستاهل ان احنا نكسب. وانا مع الناس اللي احنا فعلا كنا نستحق ان احنا نكسب بالفرص. ان الشوط الاول زي ما بقول لك انت قدرت تنظمه كويس جدا بزيكو، ان هو كان قادر بيرجع مع محمد هاني. امام عاشور، ان امام عاشور غالبا لما قعد على الدكه في ماتش البرازيل فهو فاهم ان حسام حسن مش هيسمي، ومش عشان خاطر انت الاسم فانت كده كده هتلعب، لا. فامام عاشور نزل كان بيدافع، وكان موجود وواقف دفاعين كويس قوي 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 في كذا لقطه كان موجود. فكل ده طبعا يحسب لحسام حسن. انت لما تبقى اللعيبه بتاعتك نازله كويسه وكلهم مركزين، فده تحسب للمدير الفني. زي لما بتلاقي اكتر من لاعب طلع بره المستوى فبنلوم المدير الفني، فلازم لما نلاقي ان اللعيبه كلها فايقه فده يحسب للمدير الفني، ما يحسبش لحد تاني. حسام حسن كان قارن ماتش كويس جدا، وكان نفسي يكمل على القرايه دي بان هو يسرع تبديلاته. ان انت في لقطه لاحظت ان زيكو تعب، لاحظت ان احمد فتوح تعب، لاحظت ان مروان عطيه ابتدى يعمل كذا تدخل وكان ممكن ياخد الانذار الثاني، فكنت حاسس ان احنا نعمل تبديلات اسرع وتبديلات تبقى احسن. ليه؟ ان انت لما طلعت امام عاشور فانت كده فقدت واحد من اللي بيطلعك بالكوره، ولما كمان طلعت محمد صلاح فانت فقدت الاثنين اللي كانوا بيطلعوك بالكوره. نزلت زيزو وحمزه، وكان طبعا وخليت حمدي فتحي يتقدم، ونزلت رامي ربيعه مكان امام، وخليت حمدي فتحي يبقى مايل ناحيه الشمال اكتر، وكنت بتحاول تطلب من حمدي ان هو يعمل اللي كان كولر بيعمله مع حمدي، بان هو يدخله المنطقه. لكن برضو انت كنت مفتقد الاثنين دول، ان الاثنين دول هم احسن، شئت ام ابيت هم احسن اثنين بيطلعوك بالكوره. فبس لكن زي ما قلت الفكره اللي انت استخدمتها في الشوط الاول، اللي انت تنزل تطير محمد هاني، لما بتيجي تبني الكوره تغير محمد هاني وتدخل مهند او مروان، حد مكانه كان بالنسبه كبيره كان بيبقى مروان، وتلعب الكور بقى تطلع على فتوح ولا على امام الناحيه الثانيه بالعكسيه، او تستغل مرموش ان هو يحاول يحجز، او تطلع او صلاح يفتح لك فتبصيله. فكنا قادرين نبني اللعب. احنا الشوط الاول انا غير الهجمه دي بروين وهجمه دوكو ما فيش خطوره. مصطفى شوبير كان الشوط الاول كان حاضر غايب، وانت في الشوط الاول غير لقطه الجون جات لك الكوره بتاعت زيكو اللي شاطها جت، لكن كورتوا شالها، وزيكو شاطها حلوه قوي. لكن لولا ان بلجيكا عندها حارس اسمه تيبو كورتوا، ومش كل كوره هتتشاط عليه مش هيبقى قادر ان هو يتعامل معاها، فكان ممكن الكوره دي تبقى دخلت في الجون وتبقى كسبان 2-0 وطالع الشوط الاول باريحيه كبيره جدا جدا. بس انا عيبي ان انت ما اهتمتش بالركنيات. جات لك ركنيه في الشوط الاول اللي جه منها الانذار بتاع مروان عطيه، اللي امام عاشور ما بصهاش كويس وما لعبهاش كويس. جات لنا كذا ركنيه كمان في الشوط الثاني ما قدرناش نتعامل معاها بشكل كويس، لان بلجيكا كان عندها نقطه ضعف في حته الكور العاليه، ووضحت في الشوط الثاني كمان لما مش فاكر فتوح ولا كان امام قبل ما يطلع لعب العرضيه ومحمد صلاح لعبها براسه وكورتوا شالها. لا غالبا كان فتوح وصلاح لعبها خبطت في الارض وراحت صعبه على كورتوا، وامام اللي شاطها بعدت. فانت الشوط الاول طلعت باللي انت عايزه 1-0 خلاص تمام 100 فل و10. نزلت الشوط الثاني طبعا انت هتبقى مأخر نفسك شويه. فهنا اللعيب اللي انا بصراحه ده يعني اقل لاعب في المنتخب النهارده الصراحه، وانا مش هتكسف ان انا اقول كده، ان عمر مرموش لعب ماتش وحش. انت الشوط الثاني ده اللي انت كنت عايز ده من مرموش، هو ده اللي انت شفته مع انتراخت فرانكفورت، اللي هو الفرقه كانت بتدافع وانت انت اللي بتشد الفرقه لقدام. فجات لك كذا فرصه يا مرموش، انت ولا بترفع عينك بتشوف مين اللي جاي لك ومين مش جاي لك، قراراتك متاخره مع انك بتلعب في مانشستر سيتي وبتلعب في الدوري الانجليزي، بس ما اخدتش قرار صح. الكوره اللي انت اخدتها ضربت بيها سبرنت، حطيت المدافع بتاع بلجيكا في ظهرك، كان نوي غالبا، وسبقته. انت بطأت نفسك
عشان خاطر انت لسه مش واخد قرارك، فنتج عنها ان انت ضيعت منك هجمه. كان ممكن انت لو رفعت عينك تلعبها الناحيه تانية عكسيه لصلاح، سوري، لامام عاشور، كان جاي لك فاتح لك، كان تاخد قرارك وتقطم لجوه اكتر. لما قبل ما الدنيا تسحن كنت تقطم لجوه وتشوط، لكن ما عملش كده. كان في كرة كمان اللي خبطت في المدافع بتاع بلجيكا وطلعت ركنيه راحت عكس اتجاه كورتوا. فمرموش جات له حاول لكن ما عملش حاجه الصراحه، وما عجبنيش مرموش زي ما كنت بتكلم. لكن بقى جه الدور بقى الشوط الثاني ان بيبان لك حارس مرمى مصطفى شوبير عمل مباراه كويسه قوي في الشوط الثاني تحديدا. الكره اللي بتاعت الهيد بتاع اللي لعبها المدافع رقم 4 بتاع بلجيكا، مش متذكر اسمه، شالها كويس جدا. ومش شالها كويس جدا، وان هو مش فكره ان هو اتصدى ليها بس، لا، ان هو شتتها كمان، ان هو حاول وفكر وذهنه حاضر ان هو بدل ما يصدها وخلاص وتترد يلاقوا لوكاكو قدامه فيشوطها تيجي جون. لا، فكره كمان ان هو حاول على قد ما يقدر يحطها في الجنب، ان هو حتى لو جت في الجنب فخلاص فانا عملت اللي عليا. فدي تحسب برده لمصطفى شوبير، شال كذا كوره من بلجيكا، والجون اللي دخل فينا مش غلطته. فاحنا انت كنت مقفل على بلجيكا كويس جدا. جينا عند الغلطه والسهوه الوحيده في المباراه، دي سلبيه ان انت ما عملتش تبديلاتك بسرعه، وان بلجيكا ما كانت رودي جارسيا كان قاعد عمال يعمل في تبديلات. ف احمد فتوح سرح فضرب الاوفسايد. امام ما رجعش مع فتوح ساعتها، فمنيه قدر ان هو يسبق فتوح، لعب العرضيه ولوكاكو خبط في الاثنين. فطبعا محمد هاني للاسف ان هو جاب الجون في نفسه، لكن كان ممكن يتفاداها، بس خلاص هي الكره خبطت في رجله ودخلت في جون. لكن ما يمنعش برضو ان هاني عمل ماتش حلو قوي. دي حاجه ما حدش يقدر يغفلها وما يبخسهاش غير البني ادم الظالم الصراحه. فانت بقى قدرت واللعيبه الحمد لله. انا كنت خايف ان اللعيبه ذهنيا بقى خلاص تقع وتفقد الامل، لا، انت بعديها جات لك كذا فرصه برضو، فرصه زي ما قلت، فرصه المرموش، الهيد بتاع صلاح، كره امام، وغيره وغيره، وكان جالك فرص وحاولت تشوط من بره. فانا كان بس هدفي ان انت الشوط الثاني كنت تنزل حمزه بدري، او لو مش هنرجع بقى نقول لو كنت جبت مصطفى والكلام ده، لا، خلاص احنا بنتكلم عن اللعيبه اللي معانا. كنت نزلت حمزه بدري، لعبت عرضياتك، كانت دي هتفيدك كويس جدا. عشان خاطر بلجيكا واضح عندها ان هي عندها مشكله في الكره العرضيه، ودي لما لقيت صلاح كسب الكره العرضيه فخلاص، فدي كانت واضحه. ففعلا هو حتى حسام حسن اخد باله من الحته دي ونزل زيزو وحمزه. بس انا كان نفسي التبديل ده يبقى بدري، وكان نفسي زي ما قلت لما كنت بتكلم على حسام حسن ان احنا نسرع تبديلاتنا. اتمنى في الماتشات الجايه ان احنا نسرع تبديلاتنا، لكن ماتشاتنا الجايه تبقى في وقت متاخر شويه. يعني الماتش بتاع نيوزيلندا الجاي هيبقى الساعه 4، وبعدها ماتش ايران هيبقى الساعه 6 الصبح بتوقيتنا، فدي هتبقى اوقات متاخره، مش هنلعب بدري يعني زي ماتش النهارده. ف مجملا في الاخر انا زي ما بدات كلامي عن المنتخب هقول كلامي يعني هختم بقى قبل ما اتكلم عن كام لاعب. هختم على المنتخب. الماتشين الجايين مش ماتشين سهلين، اتمنى ما ننزلش بانطباع ان ماتشين سهلين واحنا كده كده هنكسب. عملنا ماتش كبير على بلجيكا، الماتش الكبير اللي على بلجيكا، واظن يعني ان شاء الله حسام حسن والناس اللي مع حسام حسن هيبقوا قاريين الحته دي. الماتش الجاي يبقى الماتش الكبير اللي انت عملته قدام بلجيكا ده، الفرقه الثانيه دي مش نايمين، هيركزوا. فاتمنى برضو ان احنا ننزل الماتشين الجايين مركزين، نكسب، نجيب اجوان، الفرص اللي تجينا نقدر ان احنا نستغلها ونفوق. ويا عمر يا مرموش فوق بالله عليك، ان انت يعني انت املنا. وانا كان نفسي يعني مع انت كويس وعندك متنفس وبتجري، وصلاح ما بيجريش دلوقتي، لكن انا كنت شايف ان بدل ما تطلع صلاح وتنزل حمزه كنت طلعت مرموش وتنزل حمزه، عشان صلاح كان هيعرف يوصل حمزه. وحمزه بوتنشال كويس جدا، الواد خامه وبيطلع في العرضيات كويس، ولكن هو محتاج لسه يتقل في كام حاجه وهتيجي مع المباريات. وهو حمزه هو الجاي ان شاء الله بالنسبه للمنتخب. لكن امام عاشور عمل ماتش كويس، وامام الشوطه اللي شطها في الجون اللي انت جبته ده في كورتوا، الجون اللي انت جبته ده في كورتوا من الكوره سريعه. كورتوا ما كانش مركز والكلام ده، لكن برضه اتحط في تاريخ امام ان هو جاب جون في كورتوا، كوره سريعه وجون كويس قوي من بره، واخد القرار الاستلامه، مش ان هو ما شاطهاش مره واحده، لا، ان هو وسع لنفسه والاستلامه وشاطها رايحه في الجون وصعب على كورتوا. فتحسب لامام، واخد احسن لاعب في المباراه. يعني مش هو احسن واحد بس يستاهلها كده كده برده بالجون اللي جابه ومجهوده الدفاعي لحد ما طلع، كان عامل ماتش كويس. زي ما قلت مروان ومهند ثنائيه كويسه، واتمنى ان هم يكملوا على كده.
كمان برضو الباكين بتوعنا فتوح لعب ماتش كويس، لكن الحته الغلطه الكبيره لفتوح هي ان هو سرح وغطى الاوفسايد في الجون بتاع بلجيكا. نفس الكلام برضه على محمد هاني، ان هي اتمنى الناس ما تختصرش المستوى اللي هو عمله في الجون اللي هو جابه. عمل ماتش كويس قوي قوي محمد هاني الصراحه، وقدر ان هو يقفل على دوكو ده اكتر واحد مرقص في الدوري الانجليزي، كان بيتعب اتخنها باك في الدوري الانجليزي وفي دوري الابطال. لما يلعب ماتش وحش، مش هقول بس ان دوكو مش جاهز 100%، مش هقول بس ان دوكو هو ما كانش مركز، لا انا برضه هدي حق اللي كان بيلعب عليه. ان انا شفت كذا تويت على تويتر ان دوكو هو اللي مش مركز، لكن محمد هاني عمل ماتش الطبيعي بتاعه. لا محمد هاني عمل ماتش كويس، انا مش من محبين محمد هاني، لكن لما يلعب ماتش كويس هقول ان هو عمل ماتش كويس الصراحه. فماتش حلو قوي محمد هاني. ومحمد صلاح عمل ماتش حلو، محمد صلاح عمل ماتش حلو. الاسيست اللي شوفه، وقوفه على الكوره، قراراته، بساطه، فانت الدور ده لمحمد صلاح هو كويس، وان شاء الله اللي هياخد ثمار وهينتج اكتر من في الحته دي في الماتشات الجايه باذن الله. وهو التركيز الكامل على كابتن حسام حسن على الماتشات الجايه. شكرا يا كابتن حسام ان انت فرجتنا على ماتش حلو قوي. مش هقول ده ماتش احلى من كده من ماتش الاورجواي اللي احنا لعبناه. واظن من الملخصات اللي انا شفتها لماتش ايرلندا وماتش هولندا في كاس العالم 90، ان الماتش ده احسن بكتير منهم. ان انت ما كنتش نازل تدافع، لا انت عملت فرص، انت الاحصائيات كلها لصالحك، انت عامل فرص اكتر من بلجيكا، شوط على المرمى اكتر من بلجيكا، كنت قادر ان انت في الوقت ان انت تبقى مستحوذ وماسك الكوره. فاحنا عملنا ماتش كويس قوي. فشكرا يا كابتن حسام، واتمنى نبني ونركز على الماتش الجاي. معاكم يومين تاخدوا استشفاء فيه، او يوم تاخدوا استشفاء فيه وتريحوا وتركزوا في الماتش الجاي. فبس ده اللي كان عندي. مبروك للمنتخب المصري التعادل، وكان عندنا امل ان احنا نطلع وناخد اكتر، بس الحمد لله نبني على في الماتشات الجايه. فده اللي كان عندي. اسف على الاطاله، واتمنى الحلقه تكون عجبت حضراتكم، ومبروك لكل واحد مصري وكل مشجع مصري. اشوفكم في حلقه جديده، وكان معاكم احمد هاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.